ازاي تبقى جريء؟ الجرأة محتاجة 3 حاجات، وانا دلوقتي هقول لك على اول حاجة ازاي تبقى جريء. واولا لو انت عايز قيمة من الفيديو فالفيديو ده بلا قيمة، بلا قيمة خالص. فانت داخل عايز تبقى جريء، اتفرج عليا وافهم ازاي ابقى جريء. خلص انا اول خطوة انك تبقى جريء، اعمل حاجة انت كنت بتخاف منها زمان. انا كنت بخاف اوي اطلع قدام كاميرا اصلا. شوف دلوقتي واقف بتكلم معاك وبتاع وبهيص وفل الفل. انت كده راجل جريء، عشان انا كده راجل جريء اصلا. انت مالك؟ انت لسه راجل مش جريء. انا كده راجل جريء عشان بتكلم قدام الكاميرا ومش خايف من حاجه. خلاص، يعني واخد حريتي المطلقه. فانت لو خايف تتكلم قدام ناس، روح اتكلم قدام ناس عافيه. حط نفسك في الموقف، اصلا محدش هيطلعك من انك تبقى مش جريء غير انك تبقى تكبس نفسك كده، فاهم؟ الرابط الاجتماعي كان حاجه مقتله بالنسبه لي، حاجه قاتله. كنت بخاف من اي حاجه تقريبا، يعني حرفيا في مدرسه وانا صغير شويه، مثلا في ابتدائي او كده، كنت اكتر واحد عنده رهاب اجتماعي في الحياه. فاهم؟ يعني كنت اقابل الناس، صحابي كانوا كلهم، في ناس يعني مش كله، يعني في واحد يبقى رهاب اكتر مني بكتير. بس يبقى في ناس مثلا اللي هو عيال بقى الشوحه بتاع المدرسه، اللي على الاشباح اللي محدش بيقدر يوقف قدامهم دول الصراحه كنت اخاف منهم عادي ساعتها. بس دلوقتي بقيت انا العيال الشوحه دي، فاهم؟ يعني بقيت جزء منهم، بقوا صحابي كلهم. بس ايه بقى، العيال دي زمان انا كنت عيل ضعيف، ومش ضعيف قوي يعني، اللي هو نص نص برضه، مش اللي هو العيال الكيوت قوي اللي قاعد على الجنب لا مش انا، ولا الدحيح اللي هو بيبقى قاعد على الجنب ده، لا مش انا برضه. انا كنت بعطف عليهم، وكنت ساعتها برضه بحاول اصاحب الاشباح دول، بس ما كنتش بعرف، لان الامر كان اصعب بالمستحيل، اشبه بالمستحيل انك تصاحب العيال الاشباح دول. وانا كنت برضه لسه مش عندي بقى حته الجرأه شويه، فكنت عندي شويه رهاب اجتماعي كده قاتلني بقى، كانوا مخلين البني ادم اللي هو الشوح واكل الجو عليا بقى. فاهم؟ بقيت قاعد مثلا عاوز اخش الحمام، بقيت خايف اصلا اقول، فاهم؟ لا الشوح مثلا يهزر بقى، يهق بتاع الكلام الفاضي بس فلازم تاخد اول خطوه عملتها انا ساعتها بقى. احكي لك بقى، انا جاي احكي لك. اول خطوه عملتها عشان اخلص من الرهاب بتاعي وقفت في وش الواد الشوح وساعتها ما كنتش خايف نهائي نهائي، ولا احساس خوف، ذره خوف ما كانش موجود. ليه بقى؟ ان انا راجل مظبوط، انا كنت على حق. هو الراجل، هو مش راجل اصلا يعني، عشان هو شوح كده مش راجل. الشواحين دول مش بيبقوا مش جدع يعني. هو كده فاكر نفسه ناصح، هو في ابتدائي وشوح، مش عارف ازاي بقى شوح في ابتدائي بس هو تقريبا كان ابن جزار. كل الاحترام للجزارين طبعا، يجوا يذبحوني، بس هو كان ابن جزار في الحقيقه، اسمه طخلان باين، مش عارف اسمه مش هقول اسمه طبعا، بس انا مش فاكر اصلا. فهو كان جامد جدا بصراحه، وكان تخين كده، كنت بخاف انا منه جدا، والله العظيم. فساعتها ساعتها واجهته بقى. كان بيضرب واحد تاني اصلا، مش انا خالص. انا مش عارف انا كنت ليه، يعني الجرأة جات لي دلوقتي، بس كويس انا جات لي، خرجتني من الرعب الاجتماعي. كان بيضرب واحد تاني، عيل بقى من هم الكتكوت اللي قاعدين على الجنب دول خالص بقى، فاهم؟ راح كان ماسكه بقى دعكه فرمه. فانا بكل جرأة قمت جيت وقلت له يا اسطى سيبه يا اسطى، هو عمل لك ايه عشان كل ده؟ طبعا ساعتها بقى سمع الصوت انبهر. مين الدوري ده؟ لا ده انا اجيبه بقى، ده انا ده انا هسيبه بقى خلاص، خلصت. وراح ساب الواد فعلا، وجه مسك فيا انا. وساعتها انا بقى بكل جرأة وشحنانة كده وخلاص بقى ما فيهاش فيه رهاب اجتماعي خلاص. قال لي انت عايز ايه؟ انت مالك انت كده؟ فانا طبعا اتخضيت بقى، جزار وبتاع، ابن جزار مش قد انا. قلت له لا بس عادي يعني، حرام. ساعتها بقى ساعتها قال لي مالكش دعوه، وراح زقني كده زي بس يا بابا كده، فاهم؟ ساعتها بقى انا كنت مفخور بنفسي قوي، يعني مفخور جدا، اخر مفخره، فاهم؟ ان انا عملت الموقف ده بقى. فانت لو انت عندك مش جرأة، وساعتها الحمد لله الواد ما اتضربش وانا ما اتضربتش، والواد ده بقى بيحترمني فعلا بعد ما عمل لي بس هو بتاع رمضان خلاص الواد احترمني، مش عارف ازاي. بس فعليا عرفوا ان انا ليا الصوت، حتى لو كان قد كده، حتى لو كده، فاهم؟ ليا الصوت. فانت لو مش جريء، خد خطوه وروح للطرخلان بتاعك الرهاب الاجتماعي بتاعك يعني، وخد الخطوه قدامه. يعني ما بتتكلمش قدام ناس، روح اتكلم قدام ناس. ما بتحبش ناس، ما اقول لهم ما بحبكمش، هي يعني ما انا ما بحبش ناس كتير وبقول لهم مش بحبهم، هي مش محتاجه يعني. بس فكل الحب، اعمل لايك واشتراك ودوس لايك.